ذابحني البارد وجاء اخوها وساحب للفارد. هذا صوت شو هذا صوت تقريرك شو حيكون؟ على بيروت. ايجابي ولا سلبي؟ على بيروت. على بيروت. مرحبا. يا هلا. بس لو سمحت على باب توما على مكتبي اول شيء، بس ما راح اخذ من وقتك دغري، بعدين بدي اروح على مجلة جهينة بس مستعجلة. اوكي يلا 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 تكرم عينك. الو ايه استاذي. هلا هلا يا قلبي هلا. انا اسفة يعطيني 10 دقايق وبيكون المقال عندك وجاهز. بس لو سمحتي الله يخليك ما تعملي فيه المرة الماضية، يعني عاملة كل جهدي بهذا المقال وحاطة اسماء، رجاء لا تحذفيها. سعودي ايدول يعني لازم يعني يعرف شو عم يشتغل. مو طبيعي يا اخي. امبارح سمعته يا اخي شو هالحلقة يا اخي، اسافي على اصالة على وماجد المهندس. بس رجاء لا تحذفي الاسماء. ماشي لك ما ربع ساعة بكون عندك استاذي. ماشي يلا باي باي. انا اسفة بعتذر. ولا يهمك، بس لاني مستعجلة. لو بدك الا الانفعال يعني مشان ارب ايدل او سعودي ايدل، شو القصة؟ لك مو طبيعي يا زلمة. امبارح عم بحضر الحلقة وانا اللي شو ما اسمع صوت نشاز او صوت لك معلقين صوت الموسيقى وصوت صوت المطرب ضعيف جدا، يعني في تقنية، في ضخ هائل من الاموال. لا ومين اللي عم يحكم؟ أصالة، احلام، ماجد المهندس، يعني اسماء بالفن. طبعا يعني اسماء عريقه بالفن. ولا وبيقولوا لك انه صوتك كثير حلو، لك عم بيدوروا على الكاريزما اكثر من الصوت. ليكي شوفي هلا انا بهالزمانات قدمت على ارب ايدل والله فكان التقييم هيك وقتها، مو بس على الكاريزما ولا بس على الصوت الحلو، كان في الواسطه تلعب دور. فلهيك وقتها كان. كيف يعني قدمت؟ معلش تحكي لي مشان انا في يزيد عن المقال اللي كاتبته. يعني انا لا تشوفيني ورا هالدركسيون شوفير، محسوبه كان بأرب ايدل اسم، وانا وصلت للنهائيات وكثير كان إلي جمهور وكانت العالم تحبني. بس سبحان الله يعني الواسطه، برجع بقول لك الواسطه والله. طبعا يعني انا في غنية بزماناته قدمتها بأرب ايدل، يعني وقفت لجنة التحكيم عن جد، زقفوا لي وقتها كثير وقالوا لي كثير طالعة معك حلوة. اسمعي حغني لك شقفة صغيرة منها. يا عاشقة الورد إن خنتي على وعدي لو سمحت فحبيبي مقيم قصيرة. شو هاد؟ عم دندن لك دندني على فكرة، أنا ما عم غنيها بصوتي هذا. بعت لك الهنا، يعني إذا عم أقول لك عن سعودي ايدل أنا وصوت أنا اسمي موسيقي، يعني أنا ما بقدر أسمع نشاز. هلا أنا عم غني نشاز؟ الله يسامحك، أنت معناتها ما أنت اليوم مانك رايقة. أنت أنا دخلت وقلت لك معصبي لأنه من سعودي ايدل، بتسمعني بهذا الصوت. شو بو هالصوت يعني؟ معلش عدم المؤاخذة يعني شو بو؟ عم لك وصلت للنهائيات. وصلت للنهائيات بهذا الصوت؟ طبعا. اكيد لا. انت ما بدك تشجعيني، انت نازله معصبة. انا رح اكتب فيك مقال على فكره. شو رايك بهالحكي؟ لا اكيد لا. يعني انا بدي اترك احلام واترك اصاله واكتب فيك. حبيتها. شو بدك تكتبي فيني؟ شو بدك تكتبي تقرير ولا شو مقال ولا شو؟ قل لي شو اسمك بالله. لا ما رح اقول لك شو اسمي، هلا لحالك حتعرفي شو اسمي. الارب ايدل. ايه شو ما حبيتي يعني؟ لا ما بعرف يعني.
فيك تشجعيني بكلمة حلوة، فيك تقولي لي طيب عيد مرة ثانية. شد على حالك ثاني مرة بقدم شيء حلو. لا اخليك على السوا. سوا احسن. الله يسامحك. طيب الله يسامحك، ما راح اقول لك غير هو يا ام الوارد يا ام الوارد، دخلك داخلك ذبحني البارد، وجاء اخوها وساحب للفارد، ولولا حلم الله وكانوا قتلونا، والله وعيونك الله وعيونك، والله هالدنيا ما تسوى بدونك، سكنتك عمره وشلون اخونك. هذا صوت. شو؟ هذا صوت. ما خليتيني كملة كمان. اوكي عجبك يعني؟ ايه هذا صوت. حبيتيها؟ ايه حبيت. يعني حبيت. تقريرك شو حيكون؟ عبيروت. ايجابي ولا سلبي؟ عبيروت. على بيروت؟ عبيروت. على بيروت. ايه على راسي. عبيروت دلري. على راسي. لك حضرتك تستعجلني الاستاذ. يلا 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 يلا، انا اسف شردت مشوارك علينا اليوم. انا قبل بدي اقول لك شيء. نحن كل شيء صار مسجل ومصور. ايه وانا عم بعمل فيك هيك نحتة صغيرة. نحن كل شيء صار مسجل ومصور، فانا حبيت اعمل فيك هيك نهفه صغيره. شفتك هيك عم تحكي على سعودي ايدل وعم تستلمي العالم وحدا هيك بيقيم، فحبيت حبيت اعمل فيكي هذه القصه. ان شاء الله هيك نكون. وحبيت كثير اغنية ام الورد. على فكره انا ما اني ام الورد وماني مجوزي، بس اختي ام الورد. والله؟ ايه والله اختي ام الورد، فببعث لها تحيه لام الورد لك. ام الورد ولا ابو الورد لكن اكيد. نحن برجع بقول لك نحن كل شيء صار مسجل ومصور، وبدنا اذنك مشان نعرض. في مشكله؟ انا ما عندي مشكله اذا طلع الشيء عفوي وحلو، انا ما عندي مشكله بالعكس. اوكي ثانك يو كثير. هلا